النجم هو الفريق. النجم هو الفريق اللي بيقدم اداء جماعي. المهاجمين اللي مش عايزين حد يخدم عليهم، لا، هم بيخدموا على الفريق. هم بيقدروا يعملوا الواجبات الدفاعيه بشكل صح، يقدروا ينفذوا تعليمات اللي المدرب عايزها في الوقت المناسب، تحت امر المدرب في اللحظه اللي هو عايزهم فيها يا عبد العزيز. ودي نقطه مهمه جدا كانت مش موجوده في باريس قبل كده، انما هو اوجد الكلام ده كله. زائد ان انت وصلت لمرحله من المراحل في كره القدم في الادوار الاقصائيه، التفصيله الصغيره بتفرق في الاداء. وشفنا الكلام ده واضح جدا مع دوناروما في الدور ال 16 ودور يعملوا الواجبات الدفاعيه بشكل صح، يقدروا ينفذوا تعليمات اللي المدرب عايزها في الوقت المناسب، تحت امر المدرب في اللحظه اللي هو عايزهم فيها يا عبد العزيز. ودي نقطه مهمه جدا كانت مش موجوده في باريس قبل كده، انما هو اوجد الكلام ده كله. زائد ان انت وصلت لمرحله من المراحل في كره القدم في الادوار الاقصائيه، التفصيله الصغيره بتفرق في الاداء. وشفنا الكلام ده واضح جدا مع دوناروما في الدور ال 16 ودور الثمانيه ودور قبل النهائي. شفت دوناروما، انا اشوف ان هو سبب رئيسي في وصول باريس للنقطة الحالية وهي نهائي دوري الأبطال. إنقاذاته في المباراة الأولى قدام محمد الوضاحي. الجميع سعيد لتواجد باريس سان جيرمان في مدينة ميونخ للاعبي نهائي دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة الجديدة المستحدثة لهذا الموسم. شاهدنا هذا اللقاء على مراحل عديدة، بداية عدم استغلال الفرص وترجمة الفرص إلى أهداف بالنسبة لأرسنال، كان قريب من تسجيل أهداف عديدة مع بداية هذا اللقاء، إلى باريس سان جيرمان المتراجع الذي سجل عليه هدف في الشوط الثاني، إلى باريس سان جيرمان الذي غير أيضا بعض اللاعبين مع لويس إنريكي بشكل ملفت، وتغييرات دعنا نقول متأخرة أو دون جدوى لميكيل أرتيتا. نعم، أظن بأن أرسنال بدأ المباراة بشكل جيد، لأن باريس سان جيرمان لم يكن لديه شخصية واضحة ربما في البداية، لذا لم يسيطروا في البداية. ولكن بعد ذلك بالتأكيد أرسنال عندما يكون هناك نتيجة جيدة، عندما يسجلون في أول 15 دقيقة عادة، اليوم لم يفعلوا ذلك، ولكن بعدها بالتأكيد باريس سان جيرمان كان لديه الوقت لكي يلعب الهجمات المرتدة. ويجب أن نقول بأن بالنسبة للاعب مثل حكيمي أصبح مهم. أفضلية بشكل أو بآخر لأرسنال مثل كالافيوري على سبيل المثال، تروزارد، إلى أن حتى التغييرات تبدو بشكل خجول بالنسبة لميكيل أرتيتا، لا وجود للأدوات المهمة المناسبة لكي تعمل الفارق مع فريق أرسنال من خلال هذا اللقاء. كابتن، أنا الغريب في أرسنال أن يلعب بدون رأس حرب. مارينو هو رأس حرب، لماذا وضع ساكا ومارتينيلي على الأطراف وكل واحد ماسك جهة، ما يغيروش المراكز نتاعهم، ما يدخلش كراس حربة؟ انت يلعب لك بلاش راس حربة، يعني يفرغ لك في المكان. لماذا جالس على الجهه اليمنى؟ ساكا ما يلعب الا ما توصل له الكره، يعني المدافع يحفظ، يغير من اللعب نتاعو، يلعب من لمسه واحده، يلعب يدخل كراس حربة، عنده امكانيات باش يدخل ويسدد على المرمى، هو يشد الكره يمشي للمدافع ومن بعد يرجعها لوسط الميدان. هذيك هي الكره. صعب انك تغالط باريس سان جيرمان بالطريقه هذه، وخصوصا انك ما عندكش راس حربه باش تمرر له الكره، انه تلعب بدون راس حربه، واحد على اليمين وواحد على اليسار. هذا بالنسبه لارتيتا المفروض يغير طريقه اللعب نتاعو. عديد المدربين يلعبوا بالطريقه هذه وما نجحوش بالنسبه لي انا باريس سان جيرمان. وفي عديد الفرق اللي يلعبوا بلاعبين على الاطراف لكن يتحركوا، يمشيوا على الجهه اليمنى، يمشي على الجهه اليسرى. تصور انت 45 دقيقه على اليسار ما يعرفش الجهه اليمنى صاير فيها، واللي يلعب على الجهه اليمنى ما يعرفش الجهه اليسرى صاير فيها، كل واحد شدد لا، هذه كره حسب رايي الشخصي كان على الظهر والشيء لازم تغير. نعم. صلاح لما اصبح افضل لاعب يدخل كراس حربه ويسجل في العمق، يدخل في العمق ويسجل. صحيح، يدخل ويسجل. واليوم اللاعبين على الاطراف يسجلوا كم هدف ساكا يسجل في السنه، وهو تقول لي من افضل اللاعبين يسجل 10 12 13. لا،
اللاعب اللي يلعب تو على الجهه اليمنى غالبا لا ينافس على لقب ويلعب برجله ويلعب برجله اليسرى على الجهه اليمنى. لازم يدخل كراس حربه ويسجل اهداف ومرر. هذم لاعبين بالنسبه لي انا عاديين. نعم. دعونا نستمع مشاهدينا الاعزاء لاشرف حكيمي افضل لاعب في هذا اللقاء بعد هذا الانتصار والتاهل الى النهائي. سي بون اشرف، السلام عليكم، الف مبروك. كل ماتش سوسوار يا لها من مباراة الليلة دون توتر. أنتم صمدتم بشكل ممتاز، لعبتم مباراة متكاملة. نعم كما ذكرت، نحن سعيدون فخورون حتى بهذه اللحظة. نحن نستحق ذلك. منذ بداية الموسم عملنا جاهدا، عملنا كثيرا، ولا يوجد بصراحة الكثير من الأشخاص الذين توقعوا أن يروا هذا الفريق في هذه المرحلة يكونوا في النهائي. ولكن أنا أتذكر أننا في فترة ما كنا حتى تقريبا خارج دوري الأبطال، ولكننا آمنا بأنفسنا وعملنا كثيرا وجاهدا مع بعضنا البعض كمجموعة، ونحن نستحق فعلا أن نعيش هذه اللحظة. اليوم أبرزنا كل الأشياء التي عملنا عليها. هذه لحظة رائعة عشتموها ومع الجماهير، خاصة الليلة كل مدينة باريس سعيدة، كل فرنسا حتى اليوم تحتفل بكم بعد هذه الفترة الصعبة التي مررتم بها. ولكن التحول كان جذريا، وأنت كنت من أول المتغيرين والمتطورين كذلك. هذا رائع أمام كل هذه الأندية الإنجليزية ولحظات الضغط وصعوبات. أنتم تصرفتم مع كل ذلك بحرفية كبيرة جدا. نعم كما قلت، الجماهير ليس اليوم فقط بصراحة، لأنه خلال كل هذا الموسم الجماهير كانت خلفنا وساندتنا في السراء والضراء في كل اللحظات. نحن فخورون جدا بجماهيرنا وبشغفهم وكل ما قدموه من أجلنا، ونحن نحاول أن نعيد لهم الجميل ونجعلهم فخورين بنا وكل الباريسيين. كما قلت نحن سعيدون. لأشرف حكيمي أفضل لاعب في هذا اللقاء بعد هذا الانتصار والتأهل إلى النهائي.